أنتم الآن على موعد مع راديو دوغما لأعرفه. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم من يجدها، والنهاردة هنجاوب على كذا سؤال. السؤال الأولاني بيقول: عندي مشكلة كبيرة في الشغل وملهاش حل، أنا ماليش ذنب فيها بس خايفة وقلقانة جدا. والسؤال التاني: جوزي مسافر برا وخايفة عليه جدا، هو غلبان ومش بتاع مشاكل والغربة صعبة. تعالوا نتعرف على بطلة قصتنا النهاردة وأكيد هنلاقي إجابة لأسئلتنا. بطلة قصتنا النهاردة هي أستير. كانت أستير فتاة يهودية اتولدت في السبي في شوشن القصر، وبيقول التقليد إن باباها مات وهي جنين وأمها ماتت أثناء الولادة، فهي فتاة حزينة بائسة خرجت للعالم ما تمتعتش بحنان الأم ولا عطف الأب، ملهاش عائل غير ابن عمها الفقير مردخاي واللي رباها وسماها هدسة. وهدسة نوع من أنواع الشجر القصير الصغير الجميل الدائم الإخضرار، ريحته جميلة ومنظره جميل، والاسم بيشير لجمالها الرائع اللي كان بيعلوه لمحة من الحزن بسبب الفقر واليتم وقت السبي. واتسمت بعدها أستير، كانت وديعة بسيطة هادية مؤدبة ومطيعة. ولما طلب الملك أحشويروش إنه يتجوز واحدة جميلة جدا بعد مشكلته مع الملكة واشتي اللي عصت أمره لما طلبها تيجي القصر وقت الاحتفال عشان الناس تشوف جمال الملكة، ولما رفضت أشار عليه بعض القادة بالزواج من واحدة جميلة جدا تكون أحلى من واشتي، وكان الاختيار على أستير، واللي رشحها مردخاي ابن عمها اللي مربيها واللي كان بيشتغل حارس للباب في شوشن القصر عند الملك. وفعلا وقع الاختيار على أستير بسبب جمال الشكل وقبل منه جمال الروح. وكانت أستير المفروض تقعد في العطور لمدة 6 شهور علشان تدخل للملك، ولما وصلت للعرش ما أبهرتهاش الحياة المترفهة وما نسيتش أبدا مردخاي اللي رباها وكونها النجمة الإمبراطورية الفارسية العظيمة وهو مجرد واحد من اليهود. بالعكس، فضلت أستير محبة وديعة متواضعة مطيعة لمردخاي بدون أي العظمة والمركز والفلوس ممكن يضيعوا الواحد زي هامان اللي بعظمته أهلك نفسه. لكن أستير كانت محتفظة بجمال روحها، وعلى مر الأجيال كتير دابوا في المكان اللي راحوا وعاشوا فيه، لكن أستير ما كانتش كده، كانت على طول في تواصل مع ابن عمها. وخبت أستير السر إنها يهودية زي ما وصاها مردخاي بالظبط. ولما سألها الملك حاولت تهرب بذكاء، لكن لما واجه شعبها مشكلة، هامان الراجل التاني في المملكة استصدر قرار من الملك بإبادة اليهود في جميع أنحاء المملكة انتقاما من مردخاي اللي مرضيش يسجد له زي بقية الناس. وهنا نشوف أستير صورة المقاتلة العظيمة اللي واجهت الموت علشان خاطر أهلها وأخذت سندها من صيام وصلاة. كمان وصلت مردخاي إن كل الشعب يصلي ويصوم علشانها، لأنها قررت تدخل للملك وتطلب منه إنه يوقف قرار هامان. لكن المشكلة إنه كان ممنوع إن أي حد يتحرك في القصر أو يدخل للملك من غير تصريح وإذن من الملك للدخول كإجراءات أمنية. وصلت وصامت وصلى وصام كل شعبها 3 أيام، وتدخل أستير للملك اللي يرفع قضيب الملك كإشارة للسماح بالدخول. وتدخل أستير وتكلم الملك وتطلب منه يعملوا حفلة و2 لغاية ما تقنعه بوقف أمر الإبادة. وورتنا أستير في قصتها عناية ربنا بولاده عند الظلم أو الاضطهاد، لأن قلب الملوك في إيد ربنا. لكن المشكلة إنه ما كانش ينفع الرجوع في قرار أخده الملك، لأنه بقى خلاص من شريعة مادي وفارس اللي ما فيش رجوع فيها. لكن بإرشاد من ربنا وصلوا الفكرة إن الملك يدي أمر يخلي الشعب المجني عليه يدافع عن نفسه ويقضي على أعدائه وبمساعدة الملك نفسه. ونشوف هامان راس الأفعى وهو مصلوب على الصليب اللي كان محضره المردخاي رجل الله. إزاي يا رب تتغير الأحداث كده؟ عظيم أنت يا رب، وجميلة أنت يا أستير، جميلة في كل حاجة، في الشكل والعقل والحكمة، جميلة بروحها وروحانياتها، قوية بصومها وصلواتها. انت كمان اي حاجة تحسي انها لا يمكن تتحل ابدا، عندك اقوى سلاح، الصوم والصلاة. الصوم والصلاة اللي يقدر يغير المستحيل مهما كانت مشكلتك صعبة وحاسة ان ملهاش حل. بالصلاة والصوم والإيمان الحقيقي بربنا بتتغير الأمور ويترد الظلم
وربنا يعوض تعويضات ملهاش مثيل. مردخاي اللي كان واقف على باب الملك فقير غلبان يبقى الرجل التاني في المملكة، ومعاه خاتم الملك اللي بيه يقدر يعمل أي حاجة. وفي يوم وليلة نلاقي أستير نفسها في القصر الملكي، أعظم سيدات القصر، الملكة المدللة المحبوبة. ربنا موجود، وأكيد هيجي اليوم اللي هيرجع فيه الحق لأصحابه. مهما طال الزمن ربنا بيصلح حاجات جوانا وجوه اللي حوالين. عمر ما الزمن بيضيع هدر أو من غير هدف، كل ثانية ليها حساباتها عند ربنا. وزي ما بالآية بتقول: إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. ربنا موجود في أي مكان وفي كل زمان، فهو إله البحر والبر والجبال والوديان والشقوق. ولو كانت مشكلتك جايلك من تحت الأرض فهو موجود. وإن كنت أسير في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وزي ما شفنا عناية ربنا اللي محوطة على أستير وفي أي مكان، زي ما كان ربنا مع ال3 فتية في الأتون، وعرفوا دانيال في جب الأسود، وشافوا يوحنا في جزيرة بطمس، ويونان في بطن الحوت، فهو في كل مكان. لو كنتي أم أو زوجة وجوزها أو ابنها سايبها حتى لو في آخر الدنيا، ما تخافيش عليه، هو برضه في إيد ربنا، وعناية ربنا أكيد محوطاه. ربنا قريب من اللي بيطلبوه، فهل يعثر على الرب شيء؟ ونشوف ربنا في سفر أستير إله المستحيلات. شريعة مادي وفارس اللي مش ممكن تتغير، وقرار الإمبراطور اللي ما يقدرش الإمبراطور نفسه إنه يغيره، خلاص خلصت. اللي اتكتب في القانون مستحيل يتغير، لكن بالصلاة والصوم يتغير المستحيل. الصلاة والصوم اللي زلزل الجبال يقدر إنه يغير الأحداث، حتى لو كان الوضع أو الظروف في عين كل الناس مستحيل. ونشوف أستير بإيجابيتها وإيمانها اللي اتربت عليه، وهي عارفة مين هو إله إسرائيل، إله السماء والأرض، ضابط الكل. والآية بتاعتنا النهاردة بتقول: هل يستحيل على رب شيء؟ تكوين 18:14. نشوفكم في حلقة جديدة السبت الجاي مع برنامجكم من يجدها إيناس صامويل.